وازاي ابن محمد حسان؟ ايه المشكله يعني؟ ايه الغريبه في كده؟ ما هو انت عشان تكونوا مسلمين لازم يكون عندكم عقل وعندكم ايمان بدينكم يعني. ما مش ابن سيدنا نوح يموت كافر وابن الشيخ محمد حسان ما ينفعش يخطأ؟ ولا ايه رأي حضراتكم؟ ما انا برضه عايز رأي حضراتكم بس بالادب. انا ما غلطتش في حد وما سقتش لحد وما ادنتش لحد والله يا ساده يا محترمين، انا مش عارف ابتدي معاكم ازاي، ولكن على كل انا هبتدي مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واقعة ابن الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان خالد محمد حسان، اللي هو تم إلقاء القبض عليه وبحوزته 4 قطع من الحشيش وسلاح أبيض وشريط ترامادول، وتم تحويله إلى نيابة دائرة أكتوبر، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وطبعا ده كان بتاريخ 10 نوفمبر 2024، والجلسة بتاعته كانت اليوم 14 نوفمبر 2024. وطلعت اتكلمت مع حضراتكم وقلت تم تجديد حبس المتهم خالد محمد حسان 15 يوم على ذمة التحقيق، لأن بعد ما تم فحص هاتف ابن الداعية الإسلامي محمد حسان اللي هو خالد محمد حسان، ناس كتير بتعتقد إن اللي تم القبض عليه أحمد محمد حسان أخو خالد، ولكن يا سادة يا كرام توضيحا لحضراتكم ده خالد محمد حسان. وبعد ما تم فحص الهاتف بتاعه تبين ووجدوا فيديو صوت وصورة وهو يحمل سلاح أو فرد خرطوش ناري. فسألوه قالوا له الفرد ده أو السلاح الناري ده بتاع مين؟ قال بتاع أولاد عمتي اللي هم في المنصورة، واحد منهم محاسب والآخر في كلية هندسة. تم استدعاء ولاد عمته اللي هم أولاد ابن أخت الشيخ محمد حسان، وقالوا إحنا كنا بنرتدي أو بنحمل السلاح ده في فرح أحمد محمد حسان اللي هو كان من 7 سنين تقريبا، والفيديو محتفظ بيه على الهاتف بتاعه خالد محمد حسان. وتم استدعائهم في النيابة وأخذوا أقوالهم، وتم أصلا ويعني حبسهم أيضا مع خالد محمد حسان على ذمة القضية. ده اللي قلنا لحضراتكم، وقلت كمان يخلق من ظهر الفاسد عالم ويخلق من ظهر العالم فاسد، وابن سيدنا نوح مات كافر. حضراتكم بتهاجمونا ليه؟ ايه الغريبة ان ابن الداعية الاسلامي محمد حسان ان يكون مذنب ويكون مخطئ؟ ايه الفكرة في كده؟ انا بطلع بقدم لحضراتكم محتوى وبقدم لحضراتكم صلب الموضوع. عند حضراتكم معلومات ممكن تفيدونا بيها فيدونا بيها، وبلاش العنصرية والتعليقات السلبية، لان انا واحد من الناس التعليقات السلبية دي بتستفزني انا وبتزعلني، لان انا لا غلطت في حد في حضراتكم، ولا ان كنت انتم محبين للشيخ محمد حسان. كلنا محبين للشيخ الفاضل المحترم محمد حسان، لكن ايه المشكلة ان هو يبتلى في ابن من ابنائه؟ ايه المشكلة ان ابن يكون عاصي؟ ايه المشكلة ان ابن يكون مذنب؟ ايه المشكلة ان يكون ابن يكون مش كويس؟ ايه المشكلة في كده؟ انتوا مشكلتكم مع مين؟ انا عايز افهم بس وعايز اعرف مشكلتكم انتوا مع مين؟ مشكلتكم كل اللي هو في دماغكم ان القضيه دي يعني ملفجنها له. طب ملفجنها له، ما هو اعترف يا ساده يا كرام، هو اعترف بنفسه ان المخدرات دي بتاعته بيتعاطى مخدرات واتعمل له تحليل وطلع بيتعاطى مخدرات. ايه المشكله في كده يعني؟ هتقول انت جبت الكلام ده من هنا؟ اقول لك جبته من كل المواقع، كل المواقع والايام والفيديوهات اللي هتشوفوها حضراتكم سواء مني انا او من اي منصه اخرى او من اي اعلامي اخر هتثبت لحضراتكم حقيقه الامر. واذا ثبت غير ذلك فالف 100 مليون مبروك لابن الداعيه الاسلامي خالد محمد حسان، يبقى احنا اسأنا الظن وظلمناه. لكن حضرتك مش من حقك انك تطلع تدعي عليا بالكذب وتدعي عليا ان انا بشوه صوره ابن الداعيه الاسلامي. ابن سيدنا نوح مات كافر وكثير من الانبياء يعني، مش ابن سيدنا نوح بس يعني. حضراتكم لو متابعين الشيخ محمد حسان يعني يمكن يكون عندكم دين اكتر منه وفاهمين اكتر مني وعارفين مين مات كافر ومين مات مش على دينه من الانبياء ومن غيرهم ومن غيرهم ومن غيرهم. ايه الفكره وايه الهدف وايه العنصريه اللي انتوا فيها دي يعني؟ ازاي وازاي ابن محمد حسان؟ ايه المشكله يعني؟ ايه الغريبه في كده؟ ما هو انت عشان تكونوا مسلمين لازم يكون عندكم عقل وعندكم ايمان بدينكم يعني. ما مش ابن سيدنا نوح يموت كافر وابن الشيخ محمد حسان ما ينفعش يخطأ؟ ولا ايه رأي حضراتكم؟ ما انا برضه عايز رأي حضراتكم بس بالادب. انا ما غلطتش في حد وما سقتش لحد وما ادنتش لحد، وحبكم للشيخ محمد حسان مش اقل مني ولا اكثر مني حبا ليه. راجل فاضل وراجل محترم وراجل داعيه اسلامي وراجل ما شفناش منه اي حاجه غير كل خير وكل حب وكل النصائح الاسلاميه.
لكن ايه الفكره والعنصريه والتطرف اللي في حضراتكم ده؟ إيه يعني؟ انا عامه مش هتكلم اكتر من كده، ولكن كل اللي عايز اقوله لحضراتكم، بعد كشف فيديو، بعد ما تم فحص الهاتف بتاع خالد محمد حسان وتم كشف الفيديو اللي متصور فيه صوت وصوره بالسلاح، فاستدعوا اولاد عمة خالد محمد حسان اللي هم اولاد اخت الداعية الاسلامي محمد حسان، وتم استجوابهم وبقوا في صلب القضية. ولكن قضية خالد محمد حسان الذي ضبط بالمحرزات او المخدرات او الحرز اللي اتعمل له 4 قطع حشيش وولع سخانه 530 جنيه وسلاح ابيض، ده شق، والسلاح شق آخر. ولكن تم تجديد حبس المتهمين 10 أيام على ذمة التحقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.